لن ينسى لك ربك كل لحظة سعيت فيها لسعادة أحد وأنت المخنوق من حزنك. لن ينسى جودك وبذلك لأشياء تحبها ولم يبذلها لك أحد في يوم من الأيام. لن ينسى خطوتك لجبر الناس وأنت المغمور بكسرك. صدقني، سترى كيف يصنع الله سبحانه بهذا كله. اعلم أن الله سيصلح كل شيء بطريقة مبهرة، فلا تحزن. أوجاعك التي لم يلتفت لها أحد هي تحت عناية الله، لكن حذار أن تمل من الصبر، فلو شاء الله لحقق لك مرادك في طرفة عين. لا تخفى عليه دموع رجائك ولا زفرات همومك. هو لا يعجزه إصلاح حالك وذاتك، لكنه يحب السائلين بإلحاح. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. لم يقل بما صلوا أو بما صاموا أو بما تصدقوا، بل بما صبروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين الأمارات، وحشتوني. هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا يا بنات، فوقان كده، فوقان فنجان قهوة على النار هادية ما شاء الله، يظبط المزاج ويعدل المزاج ويبدأ يومك كده بطاقة ونشاط وحماس بإذن الله. وحشتوني يا حبايب هنا، ويلا بينا فيديو النهاردة كده جميل كده وظريف وخفيف، بس علشان أكون في وسطيكم كده، بس ان شاء الله برضو تتشجعي وتتنشطي معايا زي ما انت متعوده. وهو اول حاجه قابلتنا ايه؟ نخله في الجنه. النخلات هي امارات. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى، اللهم امين. ايه ده يا هنا اللي انت حاطاه في صابون المواعين ده؟ دول كام ليمونه يا حبايب هنا، القشر بتاعهم كان موجود عندي، فدايما برميه كده في وسط في وسط ميه البريل، قصدي معلش، بيخلي ما شاء الله البريل بتاعي كمان بيكون تنظيفه اقوى ولمعته جميله جدا. هتشوفوها دلوقتي معايا واحنا بنغسل المواعين. خليكي ست بيت شاطره، وخليكي ست بيت قروبه وناصحه كده، وقمر القمر. ربنا يديمكم نعمه عليا، اللهم امين يا حبايب هنا. حبايبي عايزين اختنا ام سيد، يا اخت معانا موجوده في القناه، اخت من ضمن اخواتنا الغاليه جدا على قلبي، ربنا يبارك لي فيكي يا ام سيد يا رب. عايزين ندعي لها دعوه كده بظهر الغيب، لعل وعسى يكون في حد فيكم ان شاء الله اقرب الى الله مني ودعوته تكون مستجابه يا رب. يا ام سيد ربنا يرزقك من حيث لا تحتسبي، ويفرج كربك ويزيل همك ويروق بالك، ويرزقك من حيث لا تحتسبي، اللهم امين يا رب العالمين. حبيبتي يا ام سيد والله العظيم انت من الناس الغاليه جدا على قلبي ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب ويديمك نعمه على قلبي، اللهم امين. يلا واحنا بنغسل المواعين دايما بنعمل ايه؟ بندعي ربنا كتير كتير، وبنستغفر ربنا اكتر واكتر، ونحمده اكتر واكتر واكتر على النعم اللي ربنا اداها لنا. ربنا ادانا نعم كتير تستحق الشكر يا بنات. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فاحنا نشكر ربنا عز وجل على نعمه، ونشكر اي حد من الناس بيقدم لنا معروف او بيعمل لنا خدمه نقول له جزاك الله خيرا، ما شاء الله تبارك الله. يعني ربنا هيكرمك لان انت بتشكري الناس، فربنا سبحان الله عز وجل هيكرمك ويبارك لك، اللهم امين يا رب العالمين. عندنا كمان ايه؟ عندنا ان احنا نقول ادعيه كده في اول الفيديو عشان ربنا يحل علينا البركه، اللهم امين، في يومنا وفي دنيتنا وفي كل حاجه معانا ان شاء الله. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا بنات الادعيه والاذكار، هفضل كل فيديو اقول لكم الادعيه والاذكار، الادعيه والاذكار، لان هي الملاذ لينا من الدنيا ومن ذنوب الدنيا ومن شرور الدنيا. والله يا جماعه أو يا حبايب هنا، الدنيا دي سبحان الله لقد خلقنا الإنسان في كبد، الدنيا مشقة وتعب، فعايزين نطلع من التعب ده على الراحة كده، راحة الجنة والفردوس الأعلى، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب وعدنا، يا رب وعدنا، يا رب وعدنا. ودايما يا بنات نقول اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي، اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. والله 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 يا بنات، أنا الموضوع ده يعني سبحان الله
الايام دي ربنا يا رب يديمها عليا نعمه ويثبتني واياكم يا رب ويرزقكم. بقوم كده بالليل يعني ممكن على الساعه 2 على الساعه 3 اقوم اصلي ركعتين كده لله واقعد ادعي ربنا. والله يا بنات الدعاء بيستجاب تاني يوم على طول. سبحانك يا ربي هل من داعي فاستجب لها. ربنا بينزل للسماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل ويقول يلا مين عايز اديله، مين بيتمنى وانا احقق له امنيته. تخيلوا رب العباد بينزل كده للسماء الدنيا ويستنانا ندعي له واحنا نايمين في غفله. يا رب يا رب يرزقني واياكم ان احنا ربنا يصحينا من غفلتنا من نومنا ونقوم كده ندعي ربنا عز وجل وناخد رضا ربنا في الوقت ده. كمان في عندنا حبيبتي ام عادل، بنتي الغاليه في القناه. ربنا يديمك نعمه على قلبي، احلى بنوته في الدنيا ويرزقني برك يا رب يا ام عادل. حبيبتي كانت عايزه ان احنا نتكلم عن كنا قبل كده اتكلمنا في بس قبل كده على ان الناس اللي بتشغل بالها بينا وبتكون مركزه معانا في حياتنا احنا نتصرف معاهم ازاي. صدقوني في كتير من الناس فعلا بيسيبوا حالهم ويسيبوا دنيتهم ويركزوا في دنيا غيرهم وفي حال غيرهم. ربنا يشغلهم بنفسهم يا رب، اللهم امين. ما عليك الا الدعاء. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا بنات ودايما لما تشوفي واحده كده قولي يا رب اشغلها بنفسها، اشغلها بحالها. لان والله يا بنات في الايام اللي احنا فيها دي لو كل واحد بس شغل باله ببيته مش هيكون عنده وقت يفكر في مشاكل غيره ولا في دنيا غيره. لان والله العظيم كل بيت دلوقتي فيه اللي مكفيه والحمد لله على كل حال. يلا اللايكات بقى، شوفوا الكم تبل ميه اهو، لايكات يا امارات. يلا خلصنا شويه المواعين ونشاط وحماس وروتين، ندخل بقى على البوتاجاز كده نعنشه وننغنشه ونظبطه زي ما انتم شايفين كده معايا. ربنا يديمكم نعمة على قلبي، اللهم امين يا رب العالمين. يبقى احنا كده يا معادل الدعاء اللي دايما هتقولي لو حد ركز معاكي في دنيتك كده وحاسه ان هو شاغل باله بيكي ويعني سبحان الله قولي اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كمان يا بنات هقول لمعادل وهقول لكم ان احنا دايما نكون حريصين على الدعاء التحصيني. صدقوني لو مين بصلنا في دنيتنا، لو مين حط عينه على حياتنا وعلى اولادنا، ربنا ان شاء الله يحفظهم باذن الله. هنقول اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. قد أحاط الله بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قولي الدعاء ده وانت عندك يقين إنك خلاص في حفظ الله انت وأهل بيتك كلهم، مهما يروحوا ومهما يجوا احنا في حفظ الله ورعايته. خلاص انتهت يا بنات. ربنا يجعلنا يا رب في رعاية ربنا وفي حفظه، اللهم امين، احنا واولادنا وكل من نحب. بما ان احنا قلنا كل من يحب، يلا ندعي لنا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اللهم بارك في عمر امي وجميع امهات المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم ابويا واغفر له يا رب وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزق كل مشتاق ذريه صالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه وردينا يا رب ارزقهم الذريه هم وكل اللي مشتاق عاجلا غير اجل يا رب العالمين. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون يا رب العباد. يا رب اكرمنا في الايام الجايه، ارزقنا البركه في الرزق يا ارحم الراحمين. يا رب خلي لساننا ذاكر. ادعوا ربنا، ادعوا كتير. الايام دي محتاجه الدعاء واللجوء الى الله عز وجل. شوفوا البوتاجاز بحته لهلوبه صغنططه كده او حتى شويه بريل عندك، بس البوتاجاز يكون لسه سخن كده، هتلاقيه نضيف معاكي بمنتهى البساطه وبقى بيلمع. ودايما الفكره بتاعت الطبق دي خليها اساسيه عندك على اي عين انت مش بتستخدميها. بحبكم يا حبايب هنا، وربنا يديم وجودكم نعمة في حياتي، ونكون كلنا بإذن الله صحبة في الجنة إن شاء الله. بتعملي إيه يا هنا؟ بعمل إيه يا حبايب هنا؟ الدنيا برد بصراحة، وانتوا شايفين أصلا عندي دور برد. الحمد لله على كل حال، بس والله بالرغم إن أنا تعبانة معلش أنا حابة إن أنا أكون في وسطيكم. فيديو كده بسيط وخفيف أنا عارفة، بس والله حابة إن أنا أكون معاكم وفي وسطيكم. اعذروني يا بنات معلش، والله أنا على قد ما بقدر حابة إن أنا أكون معاكم وبصور الفيديوهات على قد ما بقدر، وبحاول أسجل لكم برضو. بس الحمد لله ربنا يا رب يديم وجودكم نعمة في حياتي. رجوعي للقناة فرق في نفسيتي كتير جدا. يا رب كلكم تكونوا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. عملتي إيه يا هنا؟ عملتي إيه؟ أدوك كنتوا شفتوا، ما أنا قلت الدنيا برد أكيد عرفتوا. عدس يعني برد وبرد يعني عدس يا حبايب. أنا جبت كده ربع كيلو من العدس، غسلته كويس جدا وحطيت عليه بصلتين محترمين كده، وحبة من البطاطس الصغنططة، وحبتين طماطم، وحتة من الفلفل علشان ما يبقاش حراق كده، وهنحط حتة من التوم. أنا
كنت حطاها مفرزه موجوده الاول، حطيتها مع العدس، وهنبتدي بقى نولع عليه ونخليه يعيش حياته طبق عدس محترم. وطبعا كلنا عارفين العدس بيتعمل ازاي. هنعمل ايه؟ هنغلي كل ده وبعدين نضربه في الخلاط، وبعد كده نحمر شويه شعريه ونحطهم معاهم، وكمان شويه دقه كده بتاع التوم مع شويه زبده كده، وما شاء الله. وانزلي بقى طشي بقى العدس بتاعك، هتلاقي عدسك قمر القمر. كده خلاص حطينا العدس على النار يعيش حياته. وتعملي ايه يا هنا؟ تعبانه؟ لا طبعا، الام لازم تكون شاطره، والام لازم تشوف طلبات بيتها وتعمل كل اللي وراها بنشاط وحماس. بما ان احنا زي ما متعودين صلينا صلاتنا الصباحيه وقلنا اذكارنا وقلنا دعائنا التحسيني، احسننا الظن في الله وكان عندنا يقين في الله ان النهارده هيكون يوم جميل، النهارده وبكره وبعده وكل ايامي وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. طلعت شويه ذره من الغسيل كانت في الغساله كده، قلت لا مش هينفع، لازم اطلعها كده واظبط الدنيا وانشر الغسيل واشوف طلبات ولادي واشوف طلبات بيتي على قد ما اقدر. راعوا ربنا في كل حاجه بتعملوها، واستحضروا النيه في كل حاجه بتعملوها. اطفالك ما لهمش لا حول ولا قوه، لازم تعملي لهم اكلهم وتغسلي لهم غسيلهم وتراعيهم وتربيهم بما يرضي الله، وتعلميهم اصول دينهم وتحاولي تفقهيهم في الدنيا على قد سنهم وعلى قد تفكيرهم. هتاخدي اجر من كل حاجه بتعمليها. وزي ما متعودين مع هنا بنحول كل عاده لعباده، وزي ما متعودين برضو شعارنا في القناه طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. مبسوطه جدا بكل اخواتي الجداد اللي جم في القناه. اي حد بيدخل وحابب القناه بتاعتنا علشان فيها اذكار، ده وجوده على راسي على راسي على راسي وجوه جوه قلبي. بحب جدا جدا نكون كلنا صحبه متالفين ومتحابين في الله. ربنا يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى.